اللانجابيه هي فكره فلسفيه قديمه من ايام اليونانيين كانوا يحكوا فيها، لكن ما كانت مطروحه بطريقه انه بدها تستحمل الاخذ والرد، وانه الناس كانت هي اكثر شيء نظره تشاؤميه تعتبر. الفلاسفه متشائمين من الواقع، او بيحسوا انه البشر عم بيعملوا مشاكل اكثر ما يعملوا شغلات ايجابيه، والغاء المعاناه الحقيقي هو اللا وجود. يعني الكونسبت تبع في مقوله قديمه كانت اللي هو الموت راحه، عفوا النوم راحه، الموت افضل، لكن الافضل من الشيئين هو اللا وجود من الاساس. فهي نوعا ما نظره تشاؤميه على المدى الوقت من العالم ما اعطت اهتمام زائد، لانه نحن بنعرف تاريخ البشر شو هو. تاريخ البشر بريء بالاشياء التفاؤليه بشكل مفرط، اللي هي تبع بدنا نشوفونا مع احلامنا والحياه نعمه، وما عدا اللطخه الدينيه للامور اللي هي انه الله اهداك الحياه هي، لازم انت تشعر بالامتنان لهذا الشيء. فالصعبه كانت النظره التشاؤميه او النظره الفلسفيه للا انجابيه تكون منتشره، لكنها بلشت تنتشر مؤخرا ما يقارب من 10 سنين بوقتنا الحالي، ولهلا بلشت تنتشر اكثر. حقول شغله يمكن تكون صادمه لكثيرين. من وجهه نظر اخلاقيه، الآباء والأمهات مسؤولين بالكامل بالمية عن أبنائهم، وعن رعاية أبنائهم، وعن تأمين الحياة لأبنائهم، وعن تأمين أفضل ما يمكن لأبنائهم إلى آخره من هذه الأمور. مسؤولين بالمية، ومن دون أن يتوقعوا أو أن يطالبوا الأبناء بأي مقابل أو بأي رد للجميل، لأنه هن اللي حطوا الأبناء بهي الحالة، هن اللي حطوا الأبناء بالحياة. الفكرة أو الحالة اللي كل الآباء والأمهات تقريبا بيتعاملوا فيها مع أبنائهم، بأنه نحن راعيناك، أنا سويتك، أمك حملتك ببطنها 9 شهور، أمك ما بعرف صارت تغير لك وترضعك، أبوك صار يصرف عليك وحطك بالمدرسة، لازم تعمله. كلام فاضي، كلام فاضي. يعني ببساطه شو بدك؟ يعني امك يعني بدك يجيبوك على الدنيا وتقول لهم كتر خيرك ومن دون ما تحبل فيك امك؟ طيب هن اللي عملوا سكس، انت شو دخلك بالقصه؟ امك وابوك هن اللي عملوا سكس، امك وابوك هن اللي قرروا انه ما يعملوا اجهاض، امك وابوك هن اللي قرروا يخلوك، لانه هن بدهم يشبعوا غريزه الامومه والابوبه اللي عندهم، اللي فينا نحكي فيها بتفاصيل اللي هي موجوده عند كل الكائنات الحيه. وهن حبوا يربوك. يعني شو بتقول لهم؟ كتر خيركم، كتر خيرك ماما عم ترضعيني، يعني انه شو لازم امك تجيبك وتزتك بالشارع؟ وانه بيكون كتر خيرها هي عملت معك يعني كثير فضل كبير انه هي رضعتك لمده سنتين وغيرت لك. انا فهمان عليك انه انت حتجيب الاطفال لانه هذا امر غريزي، هذا موضوع منتهي. لكن وقت انا بدي جادل واقول باحقيه انه هذا الطفل يجي على الحياه، هيدي مجادله خاصه. انت بتعرف انه الحياه حلوه، او بتعرف انه الحياه هي ما لها حلوه الا بوجود منغصات فيها، ووجود فيها شد وجذب، وايام حلوه وايام بشعه. انت بتعرف الحياه انه كذا وكذا، ومجهز لابنك بيت وسياره وما بعرف شو. كل اللي حكوه اصدقائنا من نماذج هلا اثناء الحلقه، كل النماذج اللي انحكت من الاصدقاء انا معكم فيها، لكن ركزوا معي انه انتم عم تحكوا هذا الكلام من منظوركم، من وجهه نظركم، لنقل من وجهه نظر كل الدنيا، منيح، كل الدنيا، مع انه هذا الكلام غير صحيح، لكن مع قسم كبير من الناس. هذا البيبي، لنفرض ديفيد، انا كديفيد، شو دخلني تجيبوني على الحياه وتفرضوا علي وجهه نظركم هاي؟ وهذا الموضوع مو عدميه مثل ما قال واحد من الاصدقاء قبل شوي، ديفيد اخذ العدميه امر ثاني تماما. انا ما عم بحكي بمنظور عدم، امر ثاني تماما. يعني حتى ما كانت خاطرت لي فكره العدميه، ما بعرف ليش الاخ قالها. موضوع احنا اللي عم بحكي انت بصفتك شو المقوم يعني الظرف او كيف تقولها بالعربي هي البريمس، يعني كيف الامر الاساسي الجوهري اللي هو امر مفروغ منه لا جدال عليه، يقبله جميع الناس، وبامكانك تخبره لابنك بس ليولد ويقتنع فيه. هذا اللي الفيلسوف بيدور عليه، هي النقطه. انا وقت بدي اجيب هذا الولد، هل انا عندي مجادله لاقول له اياه وانه هو مستحيل يفكر بانه كلامي غلط؟ ما في حدا حسن يقول هي الكلام لليوم كل المجادلات تنحكى، لانه انا بحبك، لانه انا بدي اياك تعيش معي، لانه انا ما بعرف شو مجهز لك كذا، اخذت لك بيت، اشتريت لك هيك، انا ما بعرف الى بلا 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 بلا. بس يعني ليش اخي انا جبتني؟ انا ما بدي تجيبني على الحياه، اخي انا ما تجيبني. اذا ابنك قال لك انا ما بدي اياك كنت تجيبني على الحياه، والله لا يوفقك انه جبتني على الحياه، ومالي مسامحك انه جبتني على الحياه، وقاعد عم يبكي كل حياته، ما بدي جبتني على اخي خذ هي سياره وما بدي تجيبني على الحياه. طيب حقه، وانت ما عندك مبرر لتقول له كل العالم بتجيب، كل العالم بتجيبه، وانت ما كان لازم تعمل سكس هذيك الليله وتجيبني، كان لازم تحط كوندوم، كان لازم تعمل بول اوت، وكنت حليت القضيه وما بدي اياك تجيبني.
شو بدك تقول له للولد؟ هي النقطة اللي أنا عم أقول عليها. من شان هيك أنا هيدي النقطة يعني بسطها كثير إذا منشان ما فوت بالجدالات. وموضوع إنه أنت يكون ابنك بصحة جيدة، نحن عندنا جزئين للصحة، صحة نفسية وصحة جسدية، وهدول أمرين اثنيناتهم مهمين بنفس القدر تقريبا. وأنا برأيي لسه الصحة النفسية أهم من الصحة الجسدية، لأنه في كثير ناس عندهم مشاكل بالصحة الجسدية لكن هن عايشين حياتهم رواق ومبسوطين فيها. وهذا الأهم، مو الأهم تكون بصحة جيدة بحياتك وإنما تكون مبسوط بحياتك. ومع ذلك لنفرض أنت حسنت تجيب ولد بيرفكت كصحة نفسية وجسدية، انت ما بامكانك تضمن انه هذا الولد ما يجي اي مرض بالسنوات القادمه بحياته، سواء مرض ياثر على مستقبله كله، مرض يكون مرض عضال معين، او حتى اخي يصير معه حادث معين ويعاني بقيه حياته. فكلمه انك تراهن على انه والله رحنا لعند الدكتور والدكتور قال لي صحه الولد حتكون جيده وبالتالي انا جبت ولد بصحه جيده، يعني هيدا رهان انا برايي ما واقف ابدا. فبحال الوجود نحن عندنا وجود معاناه اللي هو شيء سيء للاحمر، لكن ايضا عندنا شيء ايجابي اللي هو وجود السعاده. السعاده ايضا موجوده مع الوجود، لكن بحال عدم الوجود، وهو هون عم بيرجينا بقى القوه تبع عدم الوجود او الحجه الاخلاقيه، في عندنا شيء اسمه غياب المعاناه اللي هو شيء ايجابي. نحن بحال عدم وجود في عندنا غياب للمعاناه اللي هو شيء ايجابي بالاخضر، لكن اللي بيغيب معه ايضا السعاده، لكن ما فينا نقول عنه احمر، ما فينا نقول عنه سلبي، لانه غياب السعاده بحال عدم الوجود يعتبر شيء نوتشرال، يعتبر شيء ليس سلبي وليس ايجابي، فقط لانه نحن ما عم نسحب هي السعاده من كيان موجود، لانه هو بحال عدم الوجود ما في كيان نحن نسحب منه هي السعاده. هذا هو الموقف تبعه لبينيتار. فباختصار بيقول لك بحال الوجود المعاناه مضمونه والسعاده مضمونه اللي هو شيء سيء وشيء جيد، اما بحال عدم الوجود عندنا نحن غياب المعاناه مضمونه اللي هو شيء جيد، لكن غياب السعاده ليس بالضروره شيء سيء. شيء جيد غياب المعاناه، لكن غياب السعاده ليس بالضروره شيء سيء، لانه ما في عندنا كيان نحن لنسحب منه اصلا السعاده. فبيعتبر هو حسب هذا البناء انه نحن عندنا واجب اخلاقي بعدم الانجاب، لانه هذا البناء المنطقي بيرجينا انه نحن من الافضل انه ما ننجب اطفال، لانه التعاسه مضمونه بحال الوجود، لكنها ليست كذلك بحال عدم الوجود. هذا هو البناء تبعه لديفيد بينيتار. ليش انا بختلف معه لهذا البناء؟ بدايه هذا البناء فيه مغالطه اسمها مغالطه الاستثناء الخاص، وهي المغالطه بتطعن بالنتيجه على الشكل الاتي. اول شيء مغالطه الاستثناء الخاص هي لما بنجيب نحن قاعده لحتى نوضح وجهه نظرنا، لكن هي القاعده ما متطبقه بكل الاماكن، لانه طبقناها بكل الاماكن بتطعن بنتيجتنا. القاعده اللي مستعملها بهي الكلمه هو لما اقول غياب السعاده، شو الحجه تبعه ديفيد بينيتار؟ انه نحن ما فينا نقول انه هذا الشيء سلبي، لانه ما في كيان اصلا موجود نسحب منه او نحرمه من السعاده. طيب ليش طبقت هي القاعده هون ما طبقتها هون؟ وهذا الشيء اللي انا استغربت فيه لما دورت بالحوارات وبالمناظرات وبالرد على ديفيد بينيتار. ما حدا رادت عليه بهي الطريقه. لما بتقول انت نحن ما عندنا كيان نسحب منه السعاده لذلك ليست بالضروره سلبيه، لازم ايضا تقول نحن ما عندنا كيان نغيب من عنه او نحرم من عنه المعاناه لذلك ليست بالضروره شيء ايجابي. لازم الاثنين يكون لونهم اصفر. الموقف المنطقي لهذا البناء يجب ان يكون هكذا. الوجود يفترض المعاناة اللي هو شيء سلبي، ولكن أيضا يفترض السعادة اللي هو شيء إيجابي، لكن عدم الوجود ما فينا نقول إنه غياب المعاناة تبعه شيء إيجابي، لأنه ما عندنا كيان أصلا نحن لنغيب أو نحرم من عنا المعاناة. بنفس الطريقة غياب السعادة ليس بالضرورة شيء سلبي، لأنه أيضا ما عندنا كيان لحتى نحن نحرم من عليه سعادة. فهذا الموقف اللي أنا شفت ديفيد بينيتار ما له منتبه عليه، إنه البناء تبعه واقع بهي المغالطة بدون ما ينتبه، والمغالطة بتطعن بالنتيجة. لأنه لما نسأله لبينيتار وكاتب الكتاب تبعه ليش نحن ما بنعتبر غياب السعادة شيء سلبي، بيقول إنه بكل بساطة لا يوجد كيان أصلا من أساسه إنه نحن نغيب من عنه السعادة أو نحرمه من السعادة. فالسؤال بصير ليش عم بتطبق هذا الكلام على هي النقطة فقط، ما بتطبقه على هي النقطة أيضا، نقول لا يوجد كيان أصلا لنحن نحرم من عنا المعاناة. الشيء اللي بيحول هذا الموقف لأيضا موقف محايد وليس إيجابي. فهون بنشوف إنه الموقف الصحيح أو المنطقي لهذا الكلام هو بحال الوجود المعاناة حتمية اللي هي شيء سلبي، لكن السعادة أيضا حتمية اللي هي شيء إيجابي. أو بحال عدم الوجود لا يمكن اتخاذ موقف لأنه ما عندنا كيان أصلا لنحرمه من السعادة أو نحرمه من أو نعفيه من المعاناة. عزيزتي، إنجاب الطفل هو أكثر عمل أناني ممكن إنك تعمليه، ومحبتك لهذا الطفل هي أكثر محبة أنانية ممكن تتخيليها، لسبب كتير بسيط، إنه هذا الطفل هو حامل جيناتك. بحسب تعبير علماء البيولوجيا هو جزء منك، انت حامله جينات، هي الجينات مررتيها للطفل، مثل ما بيسمي ريتشارد دوكنز انه نحن مركبات لعبور الجينات، جينز فيكلز، نحن عباره عن مركبات للجينات تبعنا تنتقل. فالجينات تبعنا بتخلينا نحس بهي المحبه العميقه للجينات تبعنا يلي هي حتعيش لعمر اطول من عمرنا نحن، اللي هن بالنتيجه اولادنا واحفادنا لاحقا. من شان هيك الجده بتحب احفادها اللاحقين، هدول اللي حيعيشوا لعمر طويل. مو بس هيك، علماء علم النفس
بحيث انه يعرفوا يميزوا. ليش انت ممكن تحبي ولد معين اكثر من الثاني؟ ليش مثلا ولد يجيكي وانت كبيره بالعمر رح يكون له محبه خاصه عن ولد يجيكي وانت عمرك 17 سنه؟ ليش ممكن الولد الاول والولد الاخير يكون لهم معزه خاصه اكثر من الولد المسكين اللي ولد بالنص؟ وقت نحن عم نعمل ديدكتيف ارجيومنت، الديدكتيف ارجيومنت بدك تنطلق من اثنين، ما بعرف اسمها بالعربي صراحه، بده يكون عندك اثنين بريمس، بده يكون عندك اثنين بريمس مقدمات، بده يكون عندك مقدمتين، هدول المقدمتين هدول المعلومتين اللي نحن اتفقنا عليهما، هدول المعلومتين اللي هن justified مبررين، ننطلق منهم بنبني منهم لمعلومه ثالثه. يعني وقت صديقنا عم يضل يعيد ويقول لي موضوع انه شو كان عم يقول، موضوع ليك وين كتبت انا، ايه انه الانجاب اخي هو وسيله للاستمراريه. الانجاب وسيله للاستمراريه، هي اسمها مقدمه منطقيه، انا معك فيها، اتفق معك، ما اختلف معك، اذا بختلف معك بكون كذاب. فوقت عم تجادلنا وتقعد تقول لي واللي نبت من الارض واللي انشاء واللي طلع، هذا مو اعتراضي. انا اعتراضي على نقطه انه بدك تيجي تقول، انتبه، هي الانجاب وسيله للاستمراريه حقيقه علميه، بريمس رقم 1. عندك بريمس رقم 2 ناقص، اللي هو الاستمراريه مطلوبه، الاستمراريه ضروره، الاستمراريه عمل اخلاقي. لكون ادق بدك تقول لي الاستمراريه عمل اخلاقي، اذا النتيجه تبعك الانجاب عمل اخلاقي او الانجاب مبرر بحسب شو عم نجادل. الناس اللي بتقول انا لا انجابي هن ليسوا ناس سيئين او ناس بالضروره متشائمين، اغلب الناس هدول هن اذا بنفكر فيه شو الاساس تبع الموقف تبعهم؟ الغاء المعاناه، حابين الاطفال الجداد يجوا ما يشوفوا معاناه. كيف فيك تزعل من هيك شخص؟ كيف فينا احنا نزعل من حدا عم بيقول انا ما بدي اجيب اولاد لحتى ما يصير عندهم معاناه؟ بالعكس هذا شيء يحترم وشيء عظيم جدا. لكن الانجاب ما له امر اجباري عليك، بامكانك تستعيض عن الانجاب بانك انت تتبنى، بانك انت تتبنى. وهي النقطه اللي انا دائما بحكي فيها، موضوع التبني، موضوع اللي احنا قديش في اولاد حول العالم اليوم اعدادهم بمئات الملايين ان لم يكن اكثر، اللي هن اولاد سواء ايتام، سواء اهلهم يعني بحاجه ماسه لانه مين يرعاهم، سواء هن بحاله كذا او كذا او كذا، عم يعيشوا بالشوارع وعم ياكلوا من الزباله وعم يشتغلوا من عمرهم 5 سنين وعم الى اخره. انا همي الحفاظ على كائنات موجوده حاليا ببؤس شديد، بامكاني انا ارفع السعاده تبع هي الكائنات instead of، عوضا عن انه اترك هي الكائنات موجوده وعايشه بهي التعاسه وارجع اجيب كائنات ثانيه وعايشين باحتمال يا حنزو يعني يا حيكونوا تعيسين يا حيكونوا سعيدين، او على الاغلب قسم منهم حيكون تعيس وقسم سعيد. لكن يعني انا كشخص يوتيليتاريان بحسب الامور هيك سعاده وحزن. انا عندي كتله كبيره من الحزن موجوده حاليا، بدل ما انا اجيب اولاد جداد وخلي الحزن هذا موجود، خلي التعاسه هي موجوده، خلي هذا البين موجود، خليني على الاقل للفتره القادمه للمدى المنظور نخلص من هي المشكله الحاليه لبين ما نحن نلاقي طريقه اللي نحن نشوف فيها الخطوه اللي بعدها. صديقي اليوم صار فينا او مو صار فينا، يعني اليوم بوجود المجتمعات الحديثه هذا الشيء صرنا عم نشوفه موجود عند الناس الواعيين، اللي هو بيقول لك انا بروح بتبنى طفل بدل ما انجب طفل جديد على الحياه، طفل اوريدي موجود بالحياه هي، فانا بدل ما انجب حدا ثاني وهذا الطفل اللي هو اوريدي موجود بس ما عنده اهل ولا حيعاني وكذا وكذا، فانا بجيبه وبتبناه وبتعامل معه كانه هو ابني وبعطيه كل فيض الحب والمشاعر وكذا. وطبعا برجع بقول لنقطه، اليوم نحن عم نحسن نكبح موضوع الجينات تبعنا بدليل قد ايه نحن خفضنا عدد الاولاد مقارنه مو بالاسلاف البعاد وانما بجدي وجدك، قد ايه خفضنا عدد الاولاد بخلال جيلين او 3 اجيال. فخفضناه لانه مثل ما قلت قبل شوي الدوله الحديثه صارت هي عم تحمل كتف عن الطريقه البدائيه تبع الغابه، الطريقه التقليديه اللي عايشينها كل الحيوانات والكائنات الاخرى واسلافنا كانوا بالسابق. فمشان هيك اليوم بتلاقي الشخص يا بيعيش حياته كلها من دون ما ينجب اطفال، عم بحكي من المجتمعات المتقدمه، او بينجب له ولد او ولدين وانتهى الموضوع على هيك، او بيلجا للتبني. فطبعا الغريزه انتهت، يعني فيك تتحكم فيها بهذا الشكل. نعم انا بعرف هي غريزه، لكن علمنا ايمانويل كانت انه ought imply can، معناتها انا ما بامكاني اعطيك او ناقش حتى واجبيه اخلاقيه واقول لك هذا امر واجب اخلاقي ولا هذا الامر ممنوع عليك اخلاقيا، الا اذا كان انت بامكانك تعمل هذا الامر، الا اذا كان هذا الامر ضمن استطاعتك على انك تعمله. وبالتالي من هذا المنظور ما بدي واحد ينط ويتفزلك ويقول لي ايه ديفيد معناتها الاكل هو امر غريزي معناتها ما لازم اكل. لا يا حبيبي هدي، لا تخلط الامرين ببعضهم. الاكل امر غريزي لكن ما بامكانك ما تاكل، الشرب امر غريزي لكن ما بامكانك انه ما تشرب. هون بدنا نلتفت للاخ كانت، ما بدنا نضل علقانين مع الاخ هيوم. برايي على المستوى الشخصي هو انا ارى انه من الاخلاقي انجاب الاطفال. لكم ليش؟